في ظل التوترات السياسية والتوترات العسكرية اللي كانت بتحصل الفترة اللي فاتت والأزمات والحروب والتطورات اللي كانت بتحصل في بعض الحروب، الناس كانت بتتنبأ بنهاية العالم، وكل واحد بيحط فرضيات ازاي العالم هينتهي ومين اللي هيبدأ الأول بضربة نووية. في ظل الأخبار دي كان برضو في خبر إن دولة زي روسيا غيرت عقيدتها العسكرية وبدأت تجهز أسلحتها النووية وفعلت نظام اسمه اليد الميتة. الخبر ده لوهلة خلى دماغي تفكر في سؤال تاني خالص: ليه دولة مثلا هينتهي بيها المطاف انها تنضرب بسلاح نووي انها برضو تنهي وجود الكون كله؟ يعني من الاخر ليه الانسان برغم معرفته بخطورة سلاح زي السلاح النووي وادراكه ان استخدامه ممكن ينهي وجود البشرية الا انه ما عندوش مانع يستخدمه؟ بالعكس ده بيهدد بيه، لدرجة انه كان بيتهدد بيه في وسط المحافل الدولية. الحرب الباردة كلها كانت عبارة عن تهديد باستخدام سلاح نووي. ليه البشر بسبب ازمة سياسية ممكن ينهي وجود العالم كله؟ مع شوية تفكير في الموضوع لقيت ان البشر ما عندهمش مشكلة ان هم يموتوا الكل لو هم تعرضوا لمشكله ان هم يموتوا. مع شويه تفكير لاحظت ان البشر عندهم فكره، والفكره دي هي ان لو هيموتوا ما يموتوش لوحدهم، احنا هنموت والكل هيموت، اللي ليه واللي مالوش كله هيموت، يا نعيش كلنا يا نموت كلنا. ده مع التفكير خلاني اسال سؤال تاني خالص: ليه الانسان كائن اناني؟ وده اللي هنحاول نجاوب عليه في حلقتنا دي. ليه الانسان كائن اناني بيشوف نفسه على انه ليه الاولويه في الحياه؟ هنا مش كلامي عن الانسان كجنس، هنا كلامي عن الانسان كفرد ممكن يقضي على كل الكائنات حتى لو بشر زيه، اللي ليه ذنب واللي مالوش ذنب. المهم انه ما يموتش لوحده، وانه على قد ما يقدر لازم كله يموت معاه. حلقتنا النهارده عن الانانيه. الإنسان منذ نعومة أظافره على هذا الكوكب وهو محترف في الشر، وده لأكتر من سبب، منهم مثلا تحقيق غرايزه زي الأكل والشرب والتكاثر، أو حتى تحقيق أهدافه زي مستوى معيشي أفضل وشريك أحسن ودخل أفضل وشكل أجمل. كل دي حاجات بتخلي الإنسان عنده دافع للشر. قد تتخيل إن كمان الموضوع ممكن يوصل لرفاهياته. الإنسان ما عندوش مشكلة يبدي ما بداخله من شر أو يعمل شر أكتر من الطبيعي بس لمجرد تحقيق رفاهيات. يعني الآخر الانسان بيهتم بمصلحته الفرديه حتى لو هو جزء او نسيج من المجتمع او نسيج من كارت او نسيج من مجموعه. هو فكرته ان هو مصلحته الشخصيه احسن من مصالح الناس كلها، بيبحث عن تامين احتياجه على حساب غيره متجاهلا كل شيء وكل النتائج اللي ممكن تضر غيره. الفكر اللي بقول لك عليه ده اسمه الايجوتيزم. الايجوتيزم اصلا اللي جاي منها كلمه ايجو اللي هو الانا. الايجو بيدل على الغرور والانانيه. الغرور والانانيه ممكن نعرفهم على ان هو ميل الانسان نحو ذاته، ولكن بشكل مش طبيعي. يعني في ناس بتحب نفسها، ده شيء طبيعي وده اللي بيدفع الانسان لتطوير ذاته، ولكن لما الموضوع يبقى مش طبيعي ده بيدفع الانسان لدرجه من درجات الشر اللي هي الانانيه والغرور. الانسان بيتخيل نفسه في حاله الايجو ان هو الهدف والكيان الوحيد، انه حقيقه ثابته في بنيه الدوافع البشريه. بيشوف نفسه هو وبس، مصلحته هو احسن من مصلحه المجتمع او مصلحه الكالت اللي هو فيه او مصلحه المجموعه اللي هو شغال معاهم. ولو حس ان هو ممكن ينضر، مجرد الاحساس، ممكن يبدا يحط خطط عشان يدمر اللي حواليه، او حتى ما يستناش ان هو يحط الخطط يبدا يدمر اللي حواليه. دي اهداف غير انسانيه تخاطر الدوافع الطبيعيه والدوافع الانسانيه اللي الانسان ممكن يكون عايش عليها. قيس ده على كل حاجه احنا بنشوفها في يومنا. هديك مثال كلنا حضرناه، هو سياسي شويه ولكن احنا كلنا حضرناه: حرب غزه. شفنا اللي حصل، ناس كتير قوي اختفت، مدن كامله اتبادت، اصبحت ركام. تعال بقى نحلل مواقف الدول او مواقف الناس اللي هي تعتبر برضو بشر زينا ولكن عندهم دفعة أنانية. مبدئيا وفتح كلام، إسرائيل. هذا الكيان الحقير لقى فرصة إنه يحقق أهدافه على حساب البشر اللي موجودين. هدفهم كان إن هم يستحوذوا على الأرض عشان يعملوا قناة مائية توازي قناة السويس. هتدخل لهم ربح محترم جدا، وفي نفس الوقت هتضرب لهم العدو التاريخي ليهم اللي هي مصر. فانت كده بتضرب عصفورين بحجر. هقول لك لا، هم مش عصفورين، هم 3. لان نفس الشخص اللي كان بيحبذ الحرب وبيساعد في قيام الحرب اللي هو مستر بيبي اللي هو بنيامين، بيطول الحرب اكتر لان ليه نسبة معارضة كبيرة جدا
في بلده اللي هي اصلا مش بلده، وفي ثورات من سكان بلده اللي هم اصلا مش سكان بلده ولا البلد دي اصلا بلدهم، ولكن برضو هم في ثورات. فهو هدفه ان هو يطول الحرب اكتر علشان يحقق اهدافه ان هو يفضل رئيس وزراء. وجاء على الخط كمان ابو حنان ودولته القذره اللي كان من اهدافه ان هو يسيطر على الشرق الاوسط ويستحوذ على البترول بتاعهم، يجمع الموارد وياخد خير البلد، وكمان انه يكون ليه قاعده عسكريه كبيره جدا زي الكيان موجوده في منطقه الشرق الاوسط تخليه يتحكم اصلا في الدول. ويا سلام، عايزين يعملوا قناه فيعدوا السفن براحته ومش هيدفع فلوس زي ما بيعمل مع مصر. بيجي عندها مصر يدفع فلوس زي ما يقدرش يتكلم، ولكن هناك هيكون هو ساهم اصلا في بناء القناه او في بناء الخط المائي الجديد، فبالتالي مش هيدفع فلوس. وكل ده على حساب الناس برضو اللي عايشه في المكان اللي هم اهالي غزه. ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، طلعوا بموسم صفري زي ريال مدريد بالظبط، ولا اي حاجه عملوها. وجات اسرائيل قالت زي دايما ما بقول بعد ماتشات الزمالك، نام زعلان صح زاد عشق للكيان، وبدأوا حرب مع ايران لمجرد بس ان هم شايفين انها بتهدد مصالحهم في المنطقه. كل العبث اللي انا بقوله لك ده وكل الاحداث اللي انا بقولها لك دي مجرد مثال صغير جدا على فكره الانانيه. ولو فتحنا في بلاوي كتير، امريكا لوحدها لها نصهم وممكن اكتر من نصهم كمان، ده معروفه امريكا هي منبع الشرور في العالم. خلينا نرجع تاني لموضوعنا. معنى المثال اللي قلته لك ان هنا الانسان ميز مصالحه الشخصية على حساب بشر تانيين ليهم الحق في الحياة، استباح دمهم، دمر مدنهم، أثر منهم، وبرر أفعاله كلها بمبادئ زي مثلا معاهدات السامية، فكرة حق الدولة في الوجود. وكمان استخدم البروباجندا في إن هو يصور الناس اللي هو بيقتلهم على إنهم هم الأشرار، وطلع في دور السوبر هيرو اللي بيحرر العالم من الشر، وصفهم بالإرهاب ووصفهم بغيره. كل دي أهداف وراها دوافع أنانية. خلينا نبعد عن السياسة شوية وأجيب لك مثال تاني من أرض الواقع، ومثال انت ممكن نفسك تجيبه وتقراه، وهو كتاب الامير لنيكولو ميكافيلي. ميكافيلي كان عايز مصلحه من الحاكم، وهي انه يرجعه للحكومه تاني. عمل كتاب اسمه الامير، محتوى الكتاب من الشر بس كفيله انه يغير نظرتك اصلا للعالم. حط كل تعاليم الشر المتاحه في هذا الكتاب، لدرجه ان الكنائس في اوروبا كانت بتحرم اصلا الكتاب. الكتاب كان محتواه هو انه ازاي يخلي الامير محافظ على منصبه على حساب غيره. يعني كان مثلا من ضمن الجمل اللي موجوده في الكتاب انك لو عايز تفضل امير، لما تيجي تخلص على معارضيك خلص على فصيله كله، ما تخليش حد باقي يحاربك من فصيله. لو استوليت على الحكم خلص على كل العائله اللي قبلك علشان ما يبقاش في وريث للحكم يجي يقرفك بعدين. واكيد جمله هيخلص عليهم مش معناها انه مثلا هيسافرهم بره، لا، يخلص عليهم معناه انه هو. الجملة اللي بتلخص الكتاب ده هي جملة اسمها الغاية تبرر الوسيلة. مهما كانت الوسيلة بشعة، المهم انك هتوصل لغاية، والغاية دي انت عايزها. الامثلة دي والجملة دي والكتاب ده قارنه ببعض المواقف اللي انت تعيشها في حياتك، تلاقي متشابهة جدا معاها. نهاية، الانانية هي صفة سيئة جدا بتدفع الانسان لاقصى درجات الشر. عندك من القصص كتير جدا منذ بداية الحياة على الارض وفي أنانية أهدافه أهداف فردية. الأنانية نفسها مش من صفات المسلم. عندنا في الإسلام الأنانية مكروهة. إحنا أصلا كمسلمين أمرنا بالإيثار وحب الخير للغير. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب الخير لأخيه. هنا كلمة أخيه مش معناه أخوه من أمه وأبوه، لا، أخيه اللي هو أي مسلم. لازم تكون مؤمن دايما إن فكرة الأنانية هي فكرة مدمرة. الإنسان الأناني لا يجني إلا ثمار شره. من الآخر، اللي أنت هتزرعه خير هتحصده خير، اللي هتحصده شر يبقى كمل الأول أنت زرعته شر وأنانية، سقيته بحقدك وكرهك للخير للغير. اليوم اللي هتحب فيه الخير لغيرك، اعرف إن نفس الخير اللي أنت تمنيته لغيرك هيجيلك أضعاف مضاعفة. وفي الآخر ينعى إسرائيل تاني، لأن احنا ذكرناه من الأول، فلازم نكرر اللعن فيهم، وده حقهم بصراحة. عارف ان الحلقة دي ممكن تكون قصيرة شوية، ولكن هو السكريبت كان قصير اصلا، يعني مش عيب مني. انا في الحقيقة ما عنديش وقت اصلا اكتب، فكتبت اي حاجة جت في دماغي وهي كانت الأنانية. بس كده، اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.